هو الأشرف أبو النصر طومان باي آخر سلاطين المماليك الشراقسة في مصر، والسلطان الوحيد الذي أعدم شنقا على باب زويلة. تولى حكم مصر بعد وفاة السلطان قنصوة الغوري في موقعة مرج ضابق في مواجهة الجيش العثماني بقيادة سليم الأول. في الحقيقة طومان باي كان في موقف لا يحسد عليه. خزنة الدولة صفر، العثمانيين أقوى بمراحل من المماليك. المماليك نفسهم كل واحد في وادي، كل واحد دماغه في حتة غير التاني. في الحقيقة احنا لو هنتكلم عن سليم الأول، هو سليم الأول بنفسه ما كانش حابب ان هو يخش مصر، كان عارف ان من الصعب انك تسيطر على مصر. بس اللي حببه في الموضوع او اللي زين له الموضوع كان خير بيك وجان برج الغزالي، ودول من المماليك اللي انحازوا للسلطان العثماني لمصالح خاصة بيهم. وكانت نتيجة التزيين ده ان السلطان سليم بعت وفد لطومان باي بيقول له انك هتحكم مصر لكن تحت ظل الخلافة العثمانية، في المقابل السكة والدعاء هيبقوا باسم السلطان العثماني. طبعا تومان باي كان مرحب بالفكرة وحابب انه يعقد المعاهدة ديت حقنا لدماء المسلمين، لكن هنا هيظهر الشخصية العصبية من تومان باي، او تقدر تقول الشخص الشرس من تومان باي، وهو الامير علان اللي رفض ده رفض قاطع. وعشان يضمن ان وجهة نظره هي اللي هتسود، اعدم افراد الوفد بالكامل. وكانت النتيجة ان خلاص مفيش اي حل تاني غير الحرب. انت قتلت الرسل، ومعنى انك قتلت الرسل انك هتحارب. وكان اول صدام بين المماليك والعثمانيين هي موقعة غزة، وده الصدام الوحيد في عهد طومان باي اللي بره حدود مصر. كان قائد الجيش المملوكي في المعركة دي هو جان بوردي الغزالي، اللي احنا قلنا عليه الأول إن هو اللي زين لسليم الأول دخول مصر. وكانت نتيجة المعركة ديت هزيمة جامبورد الغزالي وجيش المماليك، مش بسبب خيانة جامبورد الغزالي، لأن ببساطة في الأول كانت مصلحته مع إن العثمانيين يدخلوا مصر، إنما دلوقتي هو مصلحته إنه ينتصر بالجيش اللي هو رايح بيه عشان يعلي من اسمه ويدي نفسه فرصة إن هو ينافس على حكم مصر بعد كده. فاستبسل في القتال، لكن كانت النتيجة إن هو خسر، لان ببساطة فرق التسليح زي ما قلنا بين العثمانيين والمماليك كان بين السماء والارض. العثمانيين بيقاتلوا بالبنادق وبالمدافع الحديثة، المدافع السهل نقلها. المماليك كان عندهم مدافع، بس المدافع يعتبر من المستحيل ان هي تتنقل، هتنقلها ازاي؟ كانت ضخمة جدا. وبعد هزيمة غزة استمر العثمانيين في طريق زحفهم ناحية مصر معديين من سيناء. طبعا تومان باي كان رأيه الواضح ان نروح نقاتلهم وهم على مشارف سينا وهم على اواخر سينا، قاطعين الطريق ده كله وتعبانين ومش منظمين، ولا في دماغهم ان حد هيجي يحارب هنا. فهو كان رأيه ان هو يطلع. الحقيقة تومان باي ما قصرش، هو عمل خطة محكمة جدا جدا جدا، وخبى المدافع لان هو نفسه كان عارف الفرق بينه التسليح بتاعه والتسليح بتاع العثمانيين. فخبى المدافع بحيث ان النار بتاعتها هي اللي تظهر وما يعرفوش المدافع فين، فما يقدروش يفادوها. لان هم لو فادوها وعدلوا من مكانهم، انا كتومان باي مش هقدر اعدل من اماكن المدافع بتاعتي بسهولة. بالعكس تماما بقى، هم العثمانيين المدفع بتاعه لو عايز يوجهه كده هيوجهه، عايز يوجهه كده هيوجهه. فالموضوع سهل بالنسبة لهم. في الحقيقة دي المعركة الوحيدة اللي نقدر نقول ان التفوق فيها كان للمماليك. انت بتقاتل اللي قدامك على ارضك وعامل خطة محكمة تقضي عليهم كلهم، خلاص مصر بقت بتاعتك. وبالفعل بدأت المعركة كده. الامير قرطباي والامير علان قدروا ان هم بشجاعتهم وبقوتهم يخترقوا قلب الجيش العثماني لحد ما وصلوا للخيمة بتاعت السلطان سليم الاول نفسه، وكانوا كل حاجة ماشية ناحية المماليك. بعد ما قرطباي وعلان وصلوا لخيمة السلطان سليم الأول، خلاص الغلبة للمماليك، الانتصار ليهم، سليم الأول مش موجود، بس خلاص احنا انتصرنا كل حاجة تمام. هنا توصل لطومان باي معلومات بتقول إن الجيش العثماني دخل القاهرة.
جنبرد الغزالي سرب خطة المماليك بالكامل للسلطان العثماني، ده طبعا لأن مصلحته راحت يمت سليم الأول من جديد. فسليم الأول ساب فرقة تناوش المماليك ويقتلوهم، ولف من ورا الجبل الأحمر ودخل القاهرة. طمان باي حاول يلحق الموقف، بس يلحق ايه لما المعلومات وصلت له؟ كانوا العثمانيين فعلا في قلب القاهرة، دخلوها خلاص، مش لسه على أبوابها، لا هم كانوا في قلب القاهرة مستحكمين عليها. بعت سليم الأول وفد لطومان باي بيقول له إن خلاص خد انت حكم مصر تحت العثمانيين، في المقابل السكة والخطبة هتبقى برضو باسم السلطان العثماني. لكن طومان باي عزت نفسه المرة دي هي اللي منعته إن هو يوافق على حاجة زي دي. وبعد رفض طومان باي قدر إن هو يهرب هو والمماليك اللي معاه، وقدروا يتجمعوا من جديد في أحد أحياء القاهرة. ودارت يعني معارك عصابات في قلب شوارع وحارات القاهرة، كانت نتيجتها في أقل من أسبوع مقتل ما يزيد عن 15,000 جندي عثماني. ونتيجة اللي حصل ده السلطان سليم الأول جمع الجنود بتوعه بالعتاد بكل الأسلحة اللي موجودة معاه، وابتدى يضرب عليهم بالمدافع وبالبنادق لحد ما بقى موضوع غبار، محدش كان شايف نفسه. هنا اضطر طومان باي من جديد هو واللي معاه من المماليك ان هما يهربوا. وفي الوقت ده ظهر اسم جديد اعتقد لازم نركز عليه، وهو شادي بيك الأعور. طبعا بعد خروج طومان باي أو هروبه من القاهرة عدى البر التاني من النيل ناحية الجيزة، وابتدى يجمع مماليكه مرة تانية لجولة تانية. جدير بالذكر ان خير بيك بعد واقعة الصليبة قال السلطان سليم الأول ان خلاص كده مفيش، مش هيقوم لهم قائمة تاني وما بقاش في عدد. لكن ما يخبطه القدر هو دائما ما يضحك. بعد هروب طومان باي هو وشادي بيك الأعور بعتله السلطان سليم الأول 20,000 جندي معاهم 50 مدفع وسفن النيلية تعديهم بر التاني ناحية الجيزة، المكان اللي موجود فيه طومان باي. وبالفعل اتواجهوا الجيشين، تعداد جيش العثمانيين 20,000 وتعداد جيش المماليك 2000. جيش المماليك بيقاتل بالسيوف وجيش العثمانيين معاه أحدث البنادق ومعاه 50 مدفع. طبعا النتيجة المفروض محسومة، لكن في اليوم الأول انتهت بالتعادل، لا ده كسب ولا ده كسب. وفي اليوم التاني طومان باي عمل خطة، وهي إن شادي بيك الأعور ياخد نص الجيش اللي هو 1000 مقاتل وينسحب بيهم ويلف من ورا جيش العثمانيين ويعملوا عليهم الكماشة. ودي خطة عسكرية كانت معروفة جدا في العصور ديت وقبل منها. وكانت نتيجة اللي حصل ده ان تمت ابادة ال20,000 بالكامل. وقدر المماليك في واقعة اطفيح ان هما يجننوا سليم الاول، يعني 2000 جندي قدروا يقتلوا 20,000 جندي في قتال مباشر. يعني حتى مش هنقول عصابات زي قبل كده مثلا اللي هو ايه اضرب واجري، لا ده قتال مباشر، 20,000 يتهزموا من 2000، ده غير فرق التسليح المهول. طبعا سليم بعد ما ده حصل بعد برضو لطومان باي ان خلاص ماشي خد برضو حكم مصر والسكة برضو تبقى باسمي والخطبة باسمي. يعني هو كان ناقص يقول له يا عم خد حكم مصر وانا هسيبك وامشي بس. طبعا طومان باي كان هيوافق كالعادة برضو. والمرة دي بعد ما ظهر علان وبوظ المعاهدة اللي قبل كده، ظهر المرة دي شادي بيك الأعور وقتل القضاة الأربعة اللي كانوا موجودين في الوفد وقتل أعضاء الوفد بالكامل، وبرضه ما بقاش في مجال غير الحرب. يعني أنا مش قادر أتخيل موقف شادي بيك الأعور. يعني في الأول نقدر نقول ماشي إن كان المماليك موجودين، كنت تقدر تعمل خطة، كان عندك فرصة إنك تقدر تكسب العثمانيين، إنما دلوقتي أنت كنت بتقاتلهم بألفين، يعني إزاي؟ ما هو المفروض توافق بقى. وبعد أطفيح بقى يجي العجب كله. يعني لو كنا مستغربنا من ازاي 2000 قدروا يهزموا 20,000، اللي جاي أكشن أكتر من كده بكتير. واقعة الجيزة بدأت بإن سليم الأول خد الجيش وراح بيه يمة النيل،
وأمر بإقامة معابر على النيل. تومان باي انتظر لما أول فرقة عدت. بالمناسبة سليم الأول قسم كل فرقة هتعدي 2000 مقاتل. تومان باي استنى لما أول فرقة عدت وانقض عليهم وأبادهم بالكامل، وهاجم الفرقة التانية وهي لسه بتعدي النيل، فاتقلبت بعض السفن فحصل هرج ومرج. لكن لظروف خارجة عن إرادة تومان باي، وهي خيانة العربان لتومان باي، أدت لأنه يضطر إن هو يرجع بالجيش بتاعه. هو تقهقر ناحية دهشور، والنص التاني من جيشه استمر مع الأمير شادي بيك الأعور. بعد ما تومان باي قدر إن هو يوقف المد العثماني من عبور نهر النيل، بعت برضو السلطان العثماني من جديد وفد تاني لتومان باي بعد ما هرب أو تقهقر ناحية دهشور. الوفد ده كان بقيادة واحد اسمه خشقدم. خشقدم ده كان من أشهر المماليك اللي انحازوا للسلطان سليم الأول. طبعا كالعادة تومان باي كان موافق، لكن برضه يظهر شادي بيك الأعور تاني ويقتل كل أعضاء الوفد، وخشقدم نفسه نجي بأعجوبة وهو متشرح تقريبا. فتوجه سليم الأول بجيش قوامه 40,000 مقاتل ناحية الجيزة، وتوجه بيه للقاء شادي بيك الأعور واللي معاه من الجنود، وقدر يجمع 2000 برضه ليه لوحده. طبعا المقاييس ديت هنحطها كده قدامنا. جيش العثمانيين 40,000 مقاتل مسلحين بأحدث الأسلحة، الضربزانات، البنادق، المدافع الخفيفة، بينما معانا 2000 مقاتل مملوكي بيقاتل بالسيوف والخناجر والسهام وعلى أفراسهم. فالمنطقي إن في موقف زي ده 40,000 قبل 2000، حتى لو هتسلحهم الاتنين نفس التسليح، إن المعركة مش هتقعد نص ساعة. تتكلم عن 2000 بيقاتلوا بسيوف و40,000 بيقاتلوا بالمدافع والبنادق، فالمنطقي ان يتم ابادة ال2000. لكن اللي حصل ان ال2000 ابادوا ال40,000 بالكامل، حتى ان سليم الاول كان هيموت في المعركة دي، لكن قدر ان هو ينجو باعجوبة. طبعا رياكشن سليم الاول بعد المعركة ديت: ايه اللي حصل يا جماعة؟ انا ايه اللي جابني هنا؟ طبعا هو بعد المعركة ديت مسك في رقبة خير بيك، ودي حقيقية انا مش بأفر، هو مسك في رقبته فعلا وقال له: هي برقبتك، يعني انت اللي جبتني هنا وجايبني العش الدبابير برجليا، لو ما تخلصتش منهم انا هقتلك انت. بس في المقابل فضل مع شادي بيك الاعور 500 جندي. يعني هيعمل ايه بال 500 جندي؟ وفي الوقت ده اتوجه شادي بيك الاعور ناحية دهشور عشان يتقابل هو وتومان باي. طبعا اللي حصل في دهشور يعني زي ما احنا متوقعين. سلطان سليم الأول برضه ما يأس، وبعت جامبورد الغزالي بجيش لمقاتلة تومان باي واللي موجودين معاه. واستطاع تومان باي إن هو يغلب أو يهزم الجيش العثمانيين في الوقت ده، واستطاع إنه يتمكن من رقبة جامبورد الغزالي. طبعا تومان باي ساب جامبورد الغزالي بعد ما حلف له بالأيمان المغلظة إن هو مش هيرجع يقاتله تاني ولا هيحمل عليه من جديد. وفعلا تومان باي سابه، وبعد منها بأربع خمس دقايق جامبورد الغزالي رجع بجيش تاني. طبعا الأربع خمس دقايق دول مجاز يعني أكيد. رجع بجيش تاني وقدر إن هو يتتبع الفلول الهاربة أو الفلول المتقهقرة من جيش تومان باي، وقدر يوصل معاهم لمعركة جديدة. بس في المعركة ديت أدرك تومان باي إن خلاص أنا فعلا ما بقاش معايا حد أقاتل بيه، فكان الحل الأمثل بالنسبة له إن طالما هو يعني حرفيا لوحده، هو وشادي بيك الأعور اضطروا إن هم يهربوا. والعدد القليل أوي اللي فضل من المماليك قدروا يعني يهربوا للعرب. فكل واحد راح عند صديق يعرفه من العرب واتحمى بيه وفضل موجود عنده. سمعت عن حاجة قبل كده اسمها ده سلموا تسليم أهالي؟ في الحقيقة سلموا تسليم أهالي ممكن تكون جاية من الموقفين اللي أنا أحكيهم دول، وما كانش جاية منهم فيها تنطبق عليهم حرفيا. تومان باي لما هرب راح عند عرب بني محارب اللي هم موليهم على المناطق اللي هم فيها، ونزل عند الشيخ حسن بن مرعي بعد ما خد منه الأيمان المغلظة إنه ما يسلمهوش تحت أي ظرف من الظروف. بس كانت النتيجة إن الشيخ حسن بن مرعي بلغ خير بيك، وقبضوا على تومان باي وهو قاعد لابس لبس العرب. أما عن شادي بيك الأعور فده بتنطبق عليه المقولة ديت بشكل أوضح، لأن ببساطة أحمد بن بكر اللي
شادي بيك الأعور نزل عنده، أمنه اداله الأمان وسابه يخش ينام، ولما دخل نام ضربوا على دماغه وجاب 20 راجل وكتفوه وخدوه لحد سليم الأول، اللي هو ما تعبش نفسك يا خير بيك، ما تعبش نفسك يا سليم، أنا هجيبه لكم لحد عندكم. بعد ما سليم الأول قابل تومان باي، هو وشادي بيك أعجب بيهم جدا وكان عايز يولي تومان باي حكم مصر، لكن تدخل جان بورد الغزال وخير بيك اللي هو فعلا انت مش هيبقى لك حكم لو الاتنين دول موجودين. ومن ناحية تانية هما كانوا خايفين على نفسهم ان طومان باي يمسك الحكم من اللي هيعملوا فيهم. فكانت يعني النتيجة لكل ده ان طومان باي فضل موجود مع سليم بيك لفترة عشان بيعرف منه اخبار البلاد، وتم اخذ طومان باي بعد عدة ايام على فرسه في وسط الناس لحد باب زويلة ولما عرف ان خلاص هو هيتشنق دلوقتي، هو هيموت، قال كلمتين بساط جدا، قال للناس اقرأوا لي الفاتحة 3 مرات، فقروا الناس وهو قرأ معاهم، وبعد كده بص للي هيشنوه قال له اعمل شغلك. في الحقيقة مات وعنده 44 سنة، وموته أثر في المصريين جدا لأن كان شاب وسيم جدا وكان قوي وشجاع. أما عن شادي بيك الأعور فتم إعدامه بالسيف في نفس اليوم اللي تم إعدام فيه طومان باي. انا في الفيديو ده ما قلتش على خير بيك او جان بوردي الغزالي ان هم خاينين يعني، لان ببساطة المماليك بالكامل كان فيهم كل الطباع السيئة اللي احنا عارفينها دلوقتي. الصفة الوحيدة اللي ما لقيتهاش في اي مملوك وهي الجبن، يعني كانش حد فيهم جبان، كان فيهم كل الصفات السيئة التانية، كان فيهم الخيانة والكذب ونكس العهود. بس يعني اللي انا اقدر اقوله ان الموازين الاخلاقية بتختلف من شخص لتاني ومن فترة زمنية لفترة تانية ومن طائفة لطائفة تانية. يعني حتى لما جان بورد الغزالي سرب المعلومات عن مواقع الجيش في موقعة الريدانية للسلطان سليم الاول، ما قدرش طومان باي ان هو يموته لان اتباعه ما كانوش هيقبلوا بده، وده يدل على ان وقتها كان ده عادي. يعني خير بيك كان خد الطريق اللي هو شايفه صح عشان يوصل لحكم مصر، وفعلا هو وصل لحكم مصر، وجان بورد الغزالي برضه نفس الموضوع. فلو هنتكلم فلا انا مش هقدر احط حد في خانة ان هو خاين او في خانة الوفاء، لا هما المماليك عموما بيشتغلوا لمصلحته. انا مش بمجد في المماليك ولا بمجد في العثمانيين، لكن انا بقول وجهة نظري في ان اللي عمله خير بيك وجان بورد الغزالي وخشقدم او علان او حتى شادي بيك الاعور او الامير قرطباي او طومان باي نفسه، كل اللي عملوه كان لغرض مصالح خاصة. فهو بالنسبة للمماليك يعني الموازين الأخلاقية بتاعتهم مختلفة عن الموازين الأخلاقية بتاعتنا. الخيانة عندهم شيء طبيعي، نكس العهود حاجة عادية جدا. فمش هقدر احط حد في خانة الخاين او في خانة الوفي، بل بالعكس هنقول كل واحد فيهم جري ورا مصلحته، فيه اللي وصل وفيه اللي مقدرش يوصل. الشجاعة كانت موجودة فيهم كلهم. خير بيك مجرد وجوده جنب سليم الأول ده بحد ذاته شجاعة. وبكده حلقتنا النهاردة عن طومان باي تكون خلصت. يعني أنا كتبت في عنوان الحلقة طومان باي مملوك من المماليك، لأن اللي عمله بالنسبة للمماليك مش مميز. الشجاعة بالنسبة لهم حاجة عادية، القتال حاجة عادية، الموت في سبيل هدف هو عايزه حاجة عادية. فالمماليك فعلا من أقوى الناس اللي حملوا السيوف بسبب تنشئتهم العسكرية، وبسبب ان خلاص انا ما عنديش اهل، انا ما عنديش غير نفسي. فكان السائد بالنسبة لهم ان القوي هو اللي بيحكم.